بداية مرحلة جديدة من مشروع تطوير وتوسعة شارع أبو قير. المكان اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي من أول محطة سيدي جابر لحد كوبري كليوباترا. كانت أعمال المرحلة الأولى بتتم من بعد سيدي جابر لحد منطقة رشدي، وكلنا شفنا أثر أعمال التطوير دي واللي حولت الشارع لأربع حارات في كل اتجاه. شارع أبو قير واللي دايما بيكون زحمة وخصوصا في وقت الذروة، واللي فيه مداخل لأشهر مناطق اسكندرية زي سيدي جابر وسموحة وغيرها، مناطق كثافتها السكانية عالية ومليانة بالنوادي وبالمدارس. وصلت الاختناقات المرورية لمرحلة لا تطاق، وعلشان كده كان لازم يكون في حلول بره الصندوق، وخصوصا لأن الشارع ملهوش أي امتداد سواء على الجنب اليمين أو الشمال. فجه التفكير في تصغير الأرصفة الجانبية والجزيرة الوسطى لزيادة اتساع الشارع وزيادة عدد حاراته، مع إعادة تشجير المشروع بالكامل للحفاظ على العنصر البيئي والجمالي بالشارع. وبعد ما قربت أعمال المرحلة الأولى على الانتهاء، دلوقتي بدأت الأعمال في المرحلة الثانية بإزالة بعض الأشجار الجانبية وأعمدة الإضاءة، وده تمهيدا لإزالة الأرصفة وتوسعة الشارع علشان يتم أعمال الرصف والسفلتة والإضاءة والتشجير مرة تانية بعد الانتهاء من المشروع. تقدروا تتابعوا معانا كل جديد في كل مكان في اسكندرية من أرض الواقع في صور حية وحصرية فقط لحضراتكم جمهور تركاية وحكاية. علشان كده لو مهتمين بكل اللي بيحصل في اسكندرية تقدروا تضغطوا متابعة. أنا أخوكم مراد محمود.